السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد، فيديو بقى بعيد عن الكروشيه والتريكو والأشغال اليدوية، فيديو بقى للنظافة. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو للبرسيل الجل. هو طبعا مكوناته هتلاقيها عند بتوع المنظفات، اللي هم طبعا بيبيعوا التركيبات بتاعت النظافة. يعني هتقولوا لي عايزة المكونات او التركيبة بتاعت البرسيل الجل. ان شاء الله هنعمل معاكم واحدة واحدة اهوت، وهنديكم فكرة برضو انا عملته ازاي، وايه الحاجات اللي انا عملتها صح، وايه الحاجات اللي انا وقعت فيها ممكن اقول لكم عليها ما تكررهاش. دول 5 كيلو او 5 لتر مية، حطيت عليهم التايلوز ده مادة كده بودرة زي ما انتوا شايفينها كده، ما بنحطهاش على مرة واحدة لانها بتكلكع زي النشا كده، فانت لازم تحطي شوية بشوية وتقلبي، شوية بشوية وتقلبي عشان تتأكدي اللي هو داب، لان لو هو اتكتل يبقى كده باظ، ولازم تروحي شايلة بقى الكتل بتاعته ديت ترميها وتحطي غيره. احنا الحمد لله يعني لا هنحتاجوا ان احنا نحط غيره ولا حاجة، احنا واحدة واحدة كده بنقلب اهو زي ما انتوا شايفين. المادة دي اسمها تايلوز، دي اول حاجة بندوبها في الايه، في المية. طبعا هي بتدي قوام للمية يعني، اهو زي ما انتوا شايفين كده بنحط الايه، هو عامل زي البودرة كده، ونقلب. اول ما بيتحط في المية بيبقى زي ما انتوا شايفين كده عامل زي النشا، لما بنحطه كده بيتكتل كده، فتقلبي تقلبي لغاية ما تدوبيه، بيدي قوام للمية او للصابون يعني اللي احنا هنعمله البرسيل الجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بنقلب اهوت، نفضلوا نقلبه لحد ما نتأكد ان هو كله داب. هنحط بقى الملح بقى اهو، ده الملح. المفروض احنا ما نكترش من الملح. ليه بقى؟ لان الملح بيعمل الخشونة اللي تبقى في الايد. هو الملح مطلوب بس ما نكترش. يعني احنا لما نعمله 8 كيلو يا دوب مثلا هما معلقتين كبار، انا حطيت اكتر شوية، لكن هو الصح ما تحطيش كتير. لو معلقتين كبار او معلقتين ونص يبقى كفاية، ماشي، عشان ما يعملش الخشونة اللي بتبقى في الايد ساعة ما تيجي تغسلي تحسي ان ايديكي اخشنت كده. دوبي بقى الملح كويس، وبعدين هنحطهم التكسبون اللي قدامكم دوت، عامل زي الجيلاتين كده اهو، هنفضيه. طبعا النسب هو الراجل بيديكي النسب اللي هي المطلوبة. التكسبون بنقلبه بقى في قلب الايه برضو المية، بننزله اهو. طبعا هو ليه فوائد كتيرة اللي التكسبون دوت، بينظف وبيعمل، هو اساس الرغوة بتاعت الصابون، هو اساس الرغوة بتاعت البرسيل اللي احنا هنعمله، وبيدي الشفافية للمية او للصابون، يعني يبقى شفاف كده وجميل، وبينظف وبينعم الايد وبنعم الهدوم. طبعا هو انت حتى لما هنقلب دلوقتي هتلاقي الرغوة جات، هو اساس الرغوة بتاعت الصابون يعني. نفضل نقلب لان انتوا شايفينه هو نازل عامل زي الجيلي كده، فلازم نقلب كويس نتأكد ان هو داب في قلب المية. تقليب مستمر في اتجاه واحد، لازم في اتجاه واحد اهو. بعد ما قلبته شفتوا تقل المكون اهو، بقى تقيل. عشان كده جبت معلقة خشب، لان بدأ يتقل في ايدي وانا بنقلب، بقى عامل زي المهلبية الخفيف، لان انا حطيت 5 لتر مية انا على قد يعني الايه المعون اللي معايا البلاستيكة، فقلت في الاخر نبقى نزود مية بقى بقية الكمية، عشان حتى ما يبقاش تقيل على ايدي اهو.
يعني انت في الاول حطي كمية كده تلتين مثلا الكمية بتاعت المية، وبعدين بزودي مية في الاخر بعد ما تعمليه. وما شاء الله جامد اهوت، بدأ يتقل. وطبعا التقليب زي ما قلت لكم في اتجاه واحد. اللهم صل على سيدنا محمد. كده احنا يعتبر عملنا الصابون. بقى في مكونات تانية بقى هنضيفها. تقيل ازاي، بسم الله ما شاء الله يعني. جبت بقى بتاع الكمبرلان دوت. هو عبارة عن بودرة لونها أصفر كده، ما بيبقاش كتير، بس لازم يتدوب في مية سخنة. بتجيبي كوباية كبيرة كده مية سخنة، وتحطيها في قلب طبق زي ما أنا حاطة كده، وتروحي تصب عليها الكمبرلان. ما تحطيش المية عليه، لا، هو اللي يتحط على المية، وتقلبي كويس وتأكدي اللي هو داب، لأنه هو بيبقى عامل خشن كده، بيبقى من تحت كده، وانت بتقلبي بيبقى بيخروش كده، بيبقى باين يعني اللي هو داب ولا ما دابش. تتأكدي ان هو داب كله. هو مادة يعني صلبة كده شوية، يعني ما هي ناعمة، بس بتبقى خشنة كده، زي يعني انا قصدي ان هي، افهموها زي ما تفهموها. هي يعني مادة ناشفة، ما هياش زي البودرة كده، لا مش بودرة قوي يعني. حطيته اهوت عليه وقلبته كويس اهو. تقل، كل ما بنحط حاجة بتقل. الكمبرلان ده بقى بيدي الرغوة بقى، بينفشها كده ويخلي فيه رغوة اكتر في الصابون. بينفش ويدي لزوجة للصابون. شايفين بقى عامل ازاي، بينزل بالعافية ازاي، جميل يعني بصراحة. اللهم صل على سيدنا محمد. لحد كده احنا ماشيين تمام. انا قلت لك بقى على الغلطة بتاعت الملح، ما تزوديش ملح، ماشي. هو الملح يا دوب مثلا ربع كوباية، يا اما تحطي معلقتين كبار بس كده على على 8 كيلو. ما تكتريش عشان ما يخشنش ايدك وانت بتعملي. بنحط بقى السلفونيك. ده سلفونيك سايل، سلفونيك يعني هو لونه شفاف، عشان احنا متعودين على السلفونيك التاني بيبقى لونه بني كده، لكن ده لونه شفاف. وبنقلبه برضو كويس. الكياس دي بقى انا ما رميتهاش بصراحه، انا مسكتها وانا بنغسل كده، رحت حطاها في قلب الغسيل في الغساله. لقيتها غساله طبعا عاديه، الغساله اللي هي النص دي اللي هي حوضين، لكن احنا ما بنعملش البرسيل بتاع الاوتوماتيك. انا ما لناش دعوه بيه دوت. احنا بنعمل العاديه، او الغسيل اليدوي، او اللي هي النص اللي هي الحوضين. بنحط بقى اللون اهو. بس في غلطة بقى هنا، اللون ده لازم تدوبيه بشوية مية قبل ما تحطيه على الصابون كده على طول. ليه بقى؟ عشان يكون عرفت الحبة اللي انت هتحطيهم قد ايه. لان لما حطيت بودرة كده ما كانتش، خدعتني بقى في الاول. شوف لونها فاتح ازاي في المية، وبعدين بعد شوية بدأت تغمق تغمق تغمق. فيعني اللون بحطي شوية على حبة كده على شوية المية، وبعدين حطي بقى الحبات اللي انت عايزاها، عشان ما تبقى دايبة طبيعي، لكن هي بعد شوية هتدوب وهتدي لون غامق. فمن الافضل بقى تدوبها في مية. انا طبعا حطيت بقية المية، انا غيرت البلاستيكة وحطيت بقية المية اللي انا يعني دول 8 لتر بقى خلاص. دول 8 لتر. بنقلب طبعا عشان اللون. وفي الاخر بقى بنحط الريحة اللي هي كان مديني برضو ريحة جميلة. انا ما قلت لكمش بقى على ريحة وانا شغالة، بصراحة كانت مالية الشقة كلها. ريحة جميلة بصراحة. هو من اول ما بدأت هو ريحته جميلة، حتى من غير ما احط الريحة الاخيرة دي، ليه ريحة جميلة كده ما شاء الله يعني.
وعمل كمية جميلة وسعره معقول، وغسلت بيه والله يعني حلو خالص خالص خالص. الغلطة بقى اللي هقولكوا عليها، اللون ده بيأثر على الألوان. يعني لو انت هتغسلي هدوم صفرة أو برتقاني أو الألوان المزهزهة دي، دوت بيأثر عليها صراحة. لكن هي في الألوان اللي هي أزرقات ورصاصي والحاجات دي، كانت مزهزهاها ومخلياها لونها جميل جدا. يعني هي الغامق ده ينفع للغامق، لكن انت بقى ايه، خف من اللون دوت عشان ما يأثرش على الألوان الفاتحة والألوان اللي هي انتوا عارفينها، البرتقانيات والأصفرات والحاجات دي. شوفوا لونه شفاف جامد ازاي، ما شاء الله والله جميل جميل جميل. يعني أنا أول مرة نعمله وقلت نصوره معاكم، وأنا وحظي بقى نشوفه كده حلو ولا وحش. لكن بصراحة أنا استعملته بقى، أنا بكلمكم دلوقتي بعد ما استعملته، جميل جدا. بس هو اللون خدي بالك من اللون، ما تقلهوش، واختاري لون يكون فاتح. يعني اختاري اصفر او بلاش اللون اصلا، اللون ملوش لازمه اصلا. اللون ما بيعملش اي حاجه في المكون نفسه او في النظافه او في كده. شوفوا بقى، مطرح ما انا كنت بقلب بتاع دي فيها حبه صغيرين خالص كده. انا مسرعه الفيديو على فكره وبينزل بالعافيه، وحطيت شويه ميه عليهم، وجبت الطرحه بقى وغسلت. بص الرغوه اللي عملت في ثواني راحت ايه، بصوا. بصراحه الرغوه بقت تنزل على البتاع، الفرشه اللي انا حطاها دي. انا بقيت احوشها والله ما شاء الله. وحتى وانا بنشطف الطرحه تحت الحنفيه كده، لقيتها الرغوه بتنزل بالعافيه. بينضف بصراحه وحلو خالص. يعني انا غسلت بعد كده بالغسال، جميل زي ما قلت لكم كده. بس اثر على الالوان الاصفر والبرتقاني، لقيته لونه ازرق شويه كده كأن حاطه زهره. لكن غير كده. والملح برضو عمل شويه خشونه كده في الايد، فخففي من الملح ماشي. لكن كل حاجه جميله جدا. وده انا كده قلت لكم بالامانه